السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتحليل كلاسيكو المغرب، قمة الجولة 24 من الدوري المغربي بين الوصيف الوداد الرياضي والمتصدر الجيش الملكي. هذا اللقاء الكبير الذي عرف نديا وقتالية كبيرين انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. بالعودة لتحليل مجريات اللقاء، فقد دخل الوداد الرياضي هذا اللقاء بالشكل الآتي: الحارس مطيع كظهير أيمن العملود، كظهير أيسر زولا، في وسط الدفاع بن عيادة وأبو الفتح. في وسط الميدان اعتمد المدرب على اللاعب جلال الدودي كلاعب ارتكاز، أمامه اللاعب الجعدي كلاعب ربط، والحسوني كصانع اللعب. في الهجوم اعتمد على أناجم كجناح أيمن، وبهرة كجناح أيسر، وصامبو كقلب هجوم. بينما المدرب الجيش الملكي اعتمد على شاكلة 4-1-4-1، حيث كان الكرد في حراسة المرمى كظهير أيمن مفيد إيمانويل، كظهير أيسر في وسط الدفاع بورغيس والصوابي. في الوسط كان أمامهم اللاعب العربي الناجي كلاعب ارتكاز، وأمامه خط مكون من 4 لاعبين: سليم على الجهة اليمنى، حدراف على الجهة اليسرى، ووسطهم الدراج واللاعب حريمات. بينما اعتمد في الهجوم مهاجم وحيد وهو إيجامان، حيث دخل الجيش الملكي بتشكيلة غلب عليها طابع الحذر، بالنظر إلى حاجة الوداد الرياضي للانتصار أكثر منه. وبالفعل كان كل الضغط للوداد الرياضي منذ بداية اللقاء، حيث اعتمد على الضغط عاليا وهاجم مناطق الدفاع للجيش الملكي، خصوصا من الجهة اليمنى، حيث اعتمد على انسيالات اللاعب أناجم والعملود من الجهة اليمنى، حيث استغل ضعف إيمانويل وكذلك عدم تواجد مهاجم خطير الذي ممكن أن يزعج اللاعب العملود ولا يتركه يذهب إلى الهجوم. استمر الوداد في ضغطه وحاول إرباك دفاعات الخصم، حيث كان يعلم أن هناك خلل في وسط الدفاع الجيش الملكي وعدم تفاهم بينه وبين حارسهم الكرد. وبالتالي مرر كرات كثيرة لصامبو في تلك المنطقة لم يستغلها الوداد طيلة مجريات الشوط الأول، حيث اعتمد على هذه الخطة إلى أن تمكن من تسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي من اللاعب بورغيس الذي حاول إبعاد الكرة ووضع في شباك الجيش الملكي بعد تمريرة من بوهرة. وبالتالي تمكن الوداد من تحقيق هدف أول بعد ضغط كبير على الجيش الملكي الذي لم يقم بأي محاولة خلال الشوط الأول، بالنظر إلى اعتماد الوداد الرياضي على مراقبة اللاعب رضا سليم، حيث كان أرسن زولا مكلف بمراقبته، بالإضافة إلى أبو الفتح، حيث لم يتمكن من تقديم أي إضافة خلال الشوط الأول. لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف لصفر. في الشوط الثاني كان هناك عزيمة كبيرة للجيش الملكي وتراجع كبير للوداد، حيث منذ انطلاق الشوط الثاني اعتمد الجيش الملكي على الهجوم ولا شيء غير الهجوم، حيث وضع الوداد في وضعية دفاع، عمل على الاختراق من وسط الميدان، حاول الاختراق من الأجنحة لكنه فشل، ولكن الاختراقات من وسط الميدان كانت أكثر جدوى، وعمل على الحصول على كرات ثابتة عديدة، حيث كانت هذه الخطة جلية، حيث اعتمد على كرات ثابتة عديدة وخلق فرص كثيرة تمكن الحارس موطع من إخراجها. عند النصف الثاني من الشوط الثاني كان هناك تراجع بدني كبير للوداد الرياضي. المدرب العسكري فطن لذلك وقام بتغييرات عديدة، حيث أقحم حمودان في الجهة اليسرى بدل من حدراف كي يساعد من الناحية الهجومية، كما عمل أيضا على إخراج اللاعب العربي الناجي وإدخال الصهد. غير إيجامان باللاعب جنادو، تغييرات كان لها وقع إيجابي، حيث
وضع الجيش الملكي الوداد في مناطقه، حيث لم يقل الوداد القيام بأي محاولة خلال الشوط الثاني، بقي يستقبل اللعب فقط إلى أن تأتى الهدف الثاني، هدف التعادل عفوا لفريق الجيش الملكي من خطأ للاعب أبو الفتح، حيث حاول إبعاد الكرة، لكن لسوء حظه دخلت مرمى مطيع الذي كان متألقا كما قلت في هذه المقابلة. وبالتالي عزيمة الجيش كانت أقوى خلال الشوط الثاني، وكان مصر على الاحتفاظ بالصدارة نحو التتويج بلقب البطولة. هذه المباراة أيضا وضعت علامة استفهام كبيرة على النهج الخططي للمدرب غاريدو، حيث الكل استغرب لتغييراته ونهجه الدفاعي خلال الشوط الثاني، حيث لم يقم بأي محاولة، وجل التغييرات لم تكن مجدية، حيث كان مطالب بإدخال لاعب ارتكاز ثاني في الوسط عندما لاحظ أن الجيش الملكي يقوم بالاختراق من الوسط. بدلا من ذلك اعتمد على التغييرات في الأطراف التي كان الوداد متحكم فيها، لم يكن في حاجة إلى تغييرات على الأطراف. على أي هنيئا للجيش الملكي بهذه التعادل الثمين الذي يضعه في الرياضة لجولة أخرى. وحظ سعيد للوداد الرياضي. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة، مع السلامة.